جميلة. أعزائي المشاهدين، كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة الاحتفال بمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي. في هذه اللحظات نختتم هذه الاحتفالات بهذا الموكب المهيب للطريقة الدسوقية المحمدية، والتي حفلت وشرفت هذه المرة وهذا العام بالعديد من الجنسيات العربية والإسلامية وكل دول العالم. جاءت من كل دول العالم أبناء الطريقة الدسوقية المحمدية. أعزائي المشاهدين، بنسعد أن يكون معنا ومع حضراتكم في ختام هذه الاحتفالات فضيلة الأستاذ الشيخ مختار علي محمد، شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية. أهلا يا أستاذ مختار. أهلا حضرتك. أهلا بكم بالسادة المشاهدين كلهم. يمكن هذا العام احنا شايفين هناك جديد بعد تقرير مشيخة الطرق الصوفية وشيخ مشايخ الطرق الصوفية للطريقة الدسوقية المحمدية. أتباع ومريدين كثيرين جاءوا من كل دول العالم معنا في هذه المرة. الحمد لله والفضل لله. وطبعا يعني بعد اعتماد الطريقة في المجلس الأعلى للطرق الصوفية أو إحدى الطرق المعترف بها ضمن الطرق المعتمدة في مشيخة عموم الطرق الصوفية، الحمد لله والفضل لله زادت الأعداد. هي مش زادت أكتر من اللازم، يعني هي زادت بفايدة احنا مش عارفين نعمل له ايه، مش عارفين بيجي ازاي. جنسيات كتيرة اتفتحت في الهند الحمد لله الأعداد كبيرة جدا، ومعانا أشياء كتيرة في الهند وفي اندونيسيا، في ماليزيا، في دول البلقان. معانا هنا ناس من دول البلقان، معانا ناس من النمسا، معانا من الدول الغربية. كلهم بيعتبروا ان العيد الكبير محدش يفهمني غلط، يعني بيعتبروا احسن عيد عندنا، اكبر مولد عندنا مولد سيدي ابراهيم الدسوقي. احسن واحد يقول لك ده بيعتبر العيد الكبير عيد مولد سيدي ابراهيم الدسوقي اضحى. فعلا احنا النهارده يوم عيد فعلا، ان احنا نشاهد مثل هذه الجنسيات المتعدده من كل دول العالم معنا في هذا الموكب اللي يمكن احنا مش شايفين اخره. ده ان شاء الله باذن الله ربنا يزيد المسلمين عددا ويزيدهم مددا. والطرق الصوفيه في نهضه جميله، في نهضه حلوه جدا هذه الايام بالحكمه والموعظه الحسنه، لأن هذا هو منهج الطرق الصوفية كلها. في نهضة صوفية فعلا عشان يبقى فيه موازاة مع ما يسمى بالإرهاب. لا يوجد أي حاجة تظبط الميزان أمام أي تيارات أخرى إلا الطرق الصوفية، وهي غير طامعة فيما في أيدي الناس. فضيلة الشيخ مختار، كلمة حضرتك اللي ألقيتها في احتفالات الطرق الصوفية وكان بوجود السيد اللواء صلاح سلام محافظ كفر الشيخ أثنى عليها كل الحاضرين، ويمكن أخرجت لنا ضررا من آيات من القرآن الكريم، منها التوسل. نعم، هو ذلك من فضل الله طبعا، من فضل الله علينا وعلى الناس. طبعا حضرتك بتقول ضرر، انما يعني نحمد ربنا سبحانه وتعالى على ذلك. ولكن برضو اكرر ان هناك نهضة صوفية وعلماء الصوفية بيغوصوا في اعماق الكتاب والسنة ويستخرجوا ما هو صحيح من الكتاب والسنة، ولان الطريقة اساسا معناها ايه؟ مش دايما نقول التوسل معناها ايه؟ الطريقة معناها ايه؟ الطريقة هي دعوة الى الله تعالى، دعوة الى الله تعالى لإحياء السنة ونبذ البدعة بالحكمة والموعظة الحسنة. ولها شيخ درعه وسيفه، ينبغي أن يكون درعه وسيفه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما طاعة المريدين للشيخ فهي كطاعة المأمومين للإمام في الصلاة، لا تخرج عن كونها طاعة لله تعالى. هذا هو معنى الطريقة. فهي دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة
لنبذ البدعة وإحياء السنة. نسأل الله التوفيق ان شاء الله. فضيلة الشيخ مختار، احنا معانا النهارده ضيوف اول مرة نشوفهم معانا في احتفال هذا العام من اي دول، وحضرتك تعرفنا بيهم كده. شاه الحميد من الهند. الشيخ عبد الحميد بيتكلم شاه الحميد. شاه الحميد. نعم. بيتكلم عربي؟ I can speak English. انجلش. طب يعني ويلكم تو ان ايجيبت، ويعني احنا سعداء بيك هنا في السوق. Okay, Alhamdulillah, we are happy with this with Maulana Sheikh Radiallahu anhu, and we get a lot of Alhamdulillah opportunity to become this mawqif and to Ibrahim al-Qurashi ad-Dasuqi Radiallahu anhu. Inshallah, we will happy and we have to continue this inshallah till death and after death also. Alhamdulillah. That's good. ابن من ابناء الهند، وهو سعيد جدا، بيقول ان انا سعيد جدا ان انا انضميت للطريقه الدسوقيه المحمديه، وان انا بزور سيدي ابراهيم الدسوقي في هذا الموقف مع فضيله الشيخ مختار علي محمد. نتعرف ايضا شيخ الطريقه في الهند. اهلا بيك. اهلا بكم. الحمد لله، نحن فرحون جدا لان نكون مع مولانا الشيخ مختار علي محمد الدسوقي رضي الله عنه في الطريقة الدسوقية المحمدية، وقد تحقق الحمد لله نبوءة مولانا الشيخ سيدي ابراهيم القرشي الدسوقي، حيث قال قبل 800 عام: ولا ينتهي الدنيا ولا ايامها حتى تعم المشرقين طريقتي. وهذا ما نراه، وتجربنا على يدي شيخنا المبارك مولانا الشيخ مختار علي محمد الدسوقي في أنحاء العالم، وفي الهند وفي باكستان وفي الصين وفي جميع أنحاء العالم مريدون وأتباع مولانا الشيخ مختار علي محمد. نسأل الله تعالى لجميع العالمين به رحمة وراحة. احنا سعداء بكلماتك الطيبة الكريمة ديت وانطباعك النهاردة، وهو الأول مرة تكون معنا في هذا الموكب والذي تكررت قبل ذلك. الحمد لله، أنا باعتباري خادم الطريقة الدسوقية المحمدية في الهند كل عام الحمد لله أنا مع مولانا الشيخ مختار رضي الله عنه في هذا الموكب. كل سنة وحضرتك طيب، ونشوفك كل الأعوام القادمة بإذن الله. آمين آمين إن شاء الله، وشكرا لكم. تعرف بيك؟ اسمي صلاح سكرنوادي من اندونيسيا. اندونيسيا. ايوه. انضميت للطريقة بقالك قد ايه؟ بالي هو الطريقة ليست لمن سبق ولكن لمن صدق. ليس الطريق لمن سبق لكن الطريق لمن صدق. وانا الحمد لله اشعر بالفرح ولا اجد ما اقوله الا انني احمد الله تعالى على ان جعلنا من امة سيدنا محمد ومن اتباع سيد الشيخ ابراهيم الدسوقي، والحمد لله الذي جعلنا يعني هدانا لهذا هو عمنا الشيخ مختار علي محمد الدسوقي، واشكره. يعني لو في فضيلة الشيخ مختار معانا مالي من جمهورية مالي، اهلا بيك. الحمد لله. اتكلم عربي؟ اتكلم شوية يعني. شوية. نعم. اول سنة تكون معانا في هذا الموكب ولا تكررت قبل ذلك؟ لا، اول مرة. اول مرة. ايه انطباعك وشعورك النهاردة كده؟ يعني انا فرحان جدا، يعني انا يوم الذي انا رأيت الشيخ في واحد اخبرني ان امشي معه في المزرعة، وانا رأيت الشيخ في اول مرة الذي انا رأيته انا احبه جدا، واعرف ان طريقه طريق احسن، واسلمه وادعو لكم لكي نفعل هذا كثير في كل سنة يعني. طريق الهداية ان شاء الله، وسعداء بيك. وهتقولي للناس في مالي لما تسافر مش هتقول لهم ايه؟ سأقول لهم يعني انا جيت في مصر لكي اتعلم، ووجدت هنا يعني طريق الاخرى، يعني مش طريق الاخرى عشان كله يعني دين الاسلام طريق واحد، لكن عشان الشيخ هو بصراحة هو على الحق يعني. ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكر مقدونيا طبعا. يعني هنعوز مترجم معانا الاستاذ عبد الرحمن. احنا عايزين نقول له يعني ايه شعوره النهارده وهو معانا، وكان حاضر معانا الاحتفاليه بالامس وبحضور سياده المحافظ. Was hast du für ein Gefühl von voriger Mal, wenn du gewesen mit der Bürgermeister, und was hast du für ein Gefühl dieses Mal? Ich habe wahnsinniges Gefühl, das habe ich das erste Mal gesehen, so viele Leute wie Sheikh Mukhtar, und bin ich sehr, sehr überrascht. Ich schaue, die Leute lieben dich, Sheikh Mukhtar und die Tariqa Burhaniya.
الدسوقية. استاذ عبد الرحمن طبعا سأله بالالماني هذا السؤال وترجمته يا استاذ عبد الرحمن. هو بيقول انا ما شفتش حاجة في حياتي واعتقد مش هشوف زي كده في حياتي ابدا. ومن 2-3 لما جينا لمولانا الشيخ مختار وتعلمنا على يده وراح نشر الطريقة هناك، لكن هنا شايف كل الناس النور اللي خدوه من الطريقة ظهر على وجوههم، واحنا سعداء بوجوده، ويقول له يعني احنا كل الناس بترحب بيه هنا. Sie sind so froh, dass du da bist und sie sind willkommen hier. sagt الحمد لله dass ist Schule für مولانا الشيخ مختار. الحمد لله. شكرا فضيلة الشيخ مختار. في ختام هذه الاحتفالية هذا العام كلمة لجموع الحضور ولمريد سيدي إبراهيم الدسوقي. كل عام وأحباب سيدي إبراهيم الدسوقي في خير وفي زيادة، وكل عام ومصر في أمان وفي أمن، وكل عام وربنا يحفظ بلدنا من الوباء والغلاء والغباء والفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول اللهم احفظ بلادنا من الوباء عارفينها، نعم، ومن الغلاء عارفينه. أما الغباء فهو عدم الانتماء للوطن، ده من نوع من الغباء. وربنا يحفظنا إن شاء الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومصر آمنة، مصر بخير إن شاء الله، ومصر كسفينة مصممة على أن يحدث فيها كل شيء. ممكن تتوه، ممكن تشتغل فيها حريقة، ممكن تعطل السفينة دي، ولكن مش ممكن تغرق إن شاء الله. إن شاء الله سفينة مصممة على أنها لا تغرق أبدا بإذن الله. فضيلة الشيخ مختار علي محمد شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية، كل سنة وفضيلتك بألف خير، وكل مريدي الطريقة الدسوقية المحمدية وكل ضيوف سيدي إبراهيم الدسوقي بألف خير وألف شكر لحضرتك. شكرا يا معلم، شكرا حبيبي. أهلا سماحة الشيخ، وكل سنة وحضرتك بألف خير. كل سنة طيب ومشاهدين بخير إن شاء الله. يمكن هذا العام فيه جديد من خلال مشاركة الطرق الصوفية وأهمية ليلة الاحتفال بالطرق الصوفية، وعايزين نتكلم كده باستفاضة عن الطرق الصوفية والطريقة الدسوقية المحمدية. أولا الطرق الصوفية عموما منهجها كتاب الله وسنة رسول الله. ومن مدة تقدم الأستاذ مختار علي محمد ليكون شيخا للطريقة، والحقيقة يعني بعد تقدمه خدنا مدة طويلة إلى أن أقرت. ليه؟ لأن احنا بنبحث في جزئيات، لما تستقر هذه الجزئيات ونطمئن لها نعين الشيخ المتقدم. فمثلا بنطلب منه أبناء الطريقة والجهات اللي موجود فيها أبناء الطريقة، وبدورنا بنرسل لوكيل مشيخة في الجهة دي، هل في هذه الجهة أبناء لفلان اللي عايز ينتمي للطريقة الصوفية؟ فبيقول لنا بالإيجاب أو بالسلب. بنرجع للكشف اللي مقدمه الشيخ نفسه المتقدم، فوجدنا أن الكشف مطابق لما ورد من وكلاء المشيخة. كمان المفروض أن يكون شيخ الطريقة المتقدم غير تابع لطريقة أخرى. البعض أشاع أنه تابع طريقة أخرى، فجاء شيخ الطريقة الأخرى وقال لا مش متابع، وأنا أؤيد أنه يكون شيخ طريقة. نعم. دي من ناحية. الناحية الثانية وجدنا المقرات مختلفة جدا أو متفرقة جدا في عدة بلاد في الجمهورية، بل وجدنا فيه مقرات للطريقة في بلاد أخرى كالهند وماليزيا، وأنا شخصيا كنت في ماليزيا سنة 94، أنا رحت حوالي 5-6 مرات. نعم. لكن في سنة 94 تقدم لي بعض أبناء الطريقة التابعين للسيد مختار، وفهموني انهم هناك ولهم مقر معين، وبيوني ويعني رأيت لوحات مكتوب عليها أبناء الشيخ مختار علي محمد. بعد ما استقر وتتبعنا الأمور وجدنا إن ما فيش ثغرات، أصدرنا قرار بأنه يكون شيخ طريقة الدسوقية المحمدية، وهذه تعتبر الطريقة رقم 73 في عداد الطرق الصوفية.
وجدنا فيه اتباع كتير. انا شخصيا يعني كنت بقعد مع الشيخ مختار قبل ان يكون شيخا، فما كنتش بعد كده جزافا، انا بعد ادرس اخلاقه، صلته بالمريدين، صلته بالمحيطين به، صلته بالمقربين اللي موجودين. وجدت الحقيقه حب زايد عن اللزوم، ادب متبادل بينه وبين ابناء الطريقه، تواضع منه فعلا لابناء الطريقه اللي هو عايز ياسسها. نعم. بناء على معلوماتي اللي نقلتها للمجلس، قررنا بعد البحث في الاعداد اللي تقدم بها والجهات بواسطه وكلاء المشيخه، والاوراد بتاعته تخالف الاوراد الطريقه الاخرى اللي كانوا بيقولوا انه منتمي اليها. وجدنا كل الحاجات المطلوبه منه موجوده، فعيناه شيخ للطريقه الدسوقيه المحمديه من حوالي 7-8 شهور. هنيئا للطرق الصوفية، هذا الرجل الذي يتسم بحسن الأخلاق وطيب المشاعر والحب المتبادل بينه وبين كل مريديه. هو الحقيقة يعتبر ثراء لطرق الصوفية، لأن أتباعه كتير وفي جهات متفرقة، وفي نفس الوقت يعني متربيين تربية صوفية السليمة. يعني احنا بنشوف من المشاركين في المسيرة في كل عام جديد، يمكن من ماليزيا ومن السعودية ومن الكويت والهند والإمارات وكل دول العالم بتشارك في احتفالات مولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي من خلال الطريقة المحمدية الدسوقية وفضيلة الشيخ مختار علي محمد. الحقيقة أنا عارف ديت، وفعلا شفت لها موكب في طنطا وكان موكب مهيب، وان شاء الله يوم الجمعه اللي بعد الغد هيكون برضو في موكب خاص بالطريقه الدسوقيه المحمديه. والحقيقه اختيار الطريقه يعني في رايي وفي الحقيقه ويسري الطرق الصوفيه عموما او مشايخ الطرق الصوفيه عموما، لان الابناء متربين تربيه صوفيه بمعنى الكلمه. نعم. وده يعتبر حافز لنا ان احنا اخترنا الشيخ مختار علي محمد ليكون شيخا لهذه الطريقه. سماحة الشيخ حسن الشناوي، طبعا انا سعدت جدا باللي انا سمعته من فضيلتك دلوقتي، واثلج صدور كل مريدي سيدي ابراهيم الدسوقي. أعزائي المشاهدين، كل عام وحضراتكم بخير. نختتم احتفالات محافظة كفر الشيخ ومدينة دسوق بمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي من مدينة دسوق. كل عام وأنتم بخير، ونلتقي بكم إن شاء الله في العام القادم في مثل هذا الموعد بإذن الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.